اكيد انت شفت الشخص ده قبل كده و100% شفته في اعلانات فيسبوك، وطبعا دي اكتر منصه فيها ناس نصابه بتعلن عن نفسها. وفي الفيديو هنتكلم النهارده عن الشخص ده، وهل فعلا الكلام اللي بيقوله صح وبيخليك تكسب فلوس وانت قاعد في البيت. سؤال دلوقتي ادمغه ناس كتير هتطرحه، ليه انا عامل الفيديو ده وبالذات على الشخص ده، مع اني ما بتكلمش عن حد بسوء في اليوتيوب، وفي الفيديو ده مش هتكلم فيه بسوء، وكمان هيبقى فيه دلائل لكلامي. الشخص ده ظهر لي اول مره على منصه فيسبوك، وطبعا لقيت الشخص ده طالع في فيديو بيقول فيه ازاي تكسب 10000 جنيه وانت قاعد في البيت، وطبعا هو ما كانش قايل اي تفاصيل عن ازاي تكسب المبلغ ده. المهم طنشت الموضوع ده وعملت سكيب عادي زي اي اعلان. المهم جالي تاني برضه وفضل هكذا لشهور، ومن طريقه كلامه باين قوي ان الموضوع مريب جدا. لكن لقيت فجاه بينزل اعلانات كتيره وحرفيا ضخمه جدا من كذا حساب على فيسبوك، فجالي فضول اعرف مين الشخص ده وايه الموضوع بالتفصيل وايه الشغل اللي بيتكلم عليه ده اساسا. المهم اني بعت له على حساب الفيسبوك اني عايز اشترك معاك وكده، وبعدها ما جاليش اي رد، ولقيت ان هو حاطط لينك لقناته على تليجرام. دخلت القناه ولقيت فيها ناس كتير قوي، وهو عنده قناتين، واحده فيها 47000 مشترك وواحده تانية فيها 100000 وشويه. المهم اني اتكلمت معاه وكان بيشرح لي موضوع الشغل بتسجيل صوتي، والتسجيل الصوتي ده اصلا بيتبعت لكذا حد لما بيكلمه. السلام عليكم، انا اسمي امير وشكرا جدا ان انت شفت الاعلان بتاعي وجاهز ان احنا نتعاون مع بعض ونعمل مكاسب جميلة جدا جدا مع بعض. انت كده مهتم وعايز تربح الفلوس معايا. انا 7 سنين خبرة وعندي عرض ليك جامد جدا ممكن من خلاله تكسب الفلوس في وقت صغير جدا. يلا بينا نبدأ. المهم لما كلمته قال لي انت مهتم بالعرض؟ قلت له مهتم، فبعت لي رابط لقناته الكبيره. دخلت لقيت فيديوهات كتير والناس بتشكر فيه، واللي جاب عربيه واللي مش عارف جاب ايه تاني. المهم ان دي مصيده لاي حد بيدخل القناه دي. وليه كده؟ لان بطريقه كلامهم وشكرهم فيه والفلوس اللي هتشوفها واللي اغلبها مزوره هتلمع في عينيك، وحرفيا هتبقى زي الاعمى بتقول حاضر وبس. السلام عليكم. انا كنت عايز اشتري عربية واشتركت مع استاذ امير من 5 شهور، والحمد لله جمعت تمن العربية. هي استعمال الحمد لله، بس احسن من ما فيش، وكل الاشارات اللي في الجروب استعملتها صح. السلام عليكم. انا كنت محتاجه فلوس قوي وامير ساعدني جامد وخلاني اكسب الفلوس اللي انا كنت عاوزاها في كام يوم، وبجد انا فرحانه قوي وعايز اشكر الاستاذ الكبير امير. خلاصة الكلام ان الشخص ده عايزك تدخل على الموقع اللي بالكم وتعمل حساب عليه وتدخل لعبة معينة وتعمل ايداع ب 300 جنيه وتلعب بيهم. وهو كده هيستفاد ايه؟ باختصار هو هيستفاد على كل واحد هيدخل بالكود بتاعه هياخد 10% من نسبة الفلوس. وهو خسران ايه؟ هو مش خسران اي حاجة، انت اللي خسران لانك عملت ايداع في موقع مراهنات وراهنت على فلوسك، وطبعا فلوسك دي راحت، فانت ولا استفدت اي حاجة. حتى لو استفدت الفلوس دي هتبقى حرام لان ده قمار اساسا. يعني احنا بنتكلم في الاول ان ده قمار 100% حرام، تمام؟ فهو المكسب بتاعه معروف لكن انت اللي خسران. وطبعا بعد ما كلمته وعرفت ان موضوع الشغل ده اساسا مبني على المراهنات وانك لازما تخش تراهن والكلام ده كله، بس الفكرة كلها ان هو ايه؟ بيشدك انك تلعب لعبة معينة وبعد كده ايه؟ بعد كده انت تلعب وتخسر. حتى لو كسبت زي ما قلت برضو الفلوس دي هتبقى حرام، فانت خسران كل حاجة، انت خسران كل حاجة حرفيا. ونهاية الموضوع ده الشخص ده مش لوحده، الشخص ده معاه كذا حد. علشان برضو انا شفت له فيديو قبل كده كان برضو كان بيتكلم في الفيديو وفي ناس حواليه بتتكلم، وهو اصلا قاعد يعني قاعد في اوضه لوحده، ففي حد جنبيه بيتكلم والناس دي تبعه. ومين الواجهه الكبيره ومين اللي بيظهر في الاعلانات؟ هو النصاب اللي اسمه عمرو هاكر. واصلا يعني في حد اسمه عمرو هاكر هتثق فيه؟ يعني كلامه بعيدا عن كلامه اللي هو اصلا عبيط فيه وبيتكلم بطريقه عبيطه وهتكسب 10000 جنيه والله وبيحلف بالله كذب. فانا بصراحه اول مره اشوف انسان زي كده. يعني ربنا كرمك بعقليه كويسه، ربنا اداك عقل، ربنا ميزك، فانت تحلف بالله كذب علشان تاخد فلوس من الناس، واصلا فلوس حرام ونصب اللي انت بتعمله ده اساسا. فالموضوع كله اساسا ان هو اصلا مع شكله ما عندوش ضمير ولا الضمير بينحى عليه اصلا. وبس كده وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو انت عايز يعني تبعت الفيديو ده لحد كتوعيه ابعته، يعني جزاك الله خيرا، وابعته ويوعي الناس، لان في ناس كتير يعني مش فاهمه الموضوع ده وممكن تاخد بكلام واحد عبيط زي كده وايه وتروح تلعب بفلوسها وتراهن وتعمل حاجات كتيره عشان ايه؟ علشان تكسب. واصلا مفيش حاجه اسمها يعني مفيش مكسب سريع زي كده، مفيش الكلام ده خالص. فالناس اللي هي فاكره ان الفلوس بتيجي بالساهل او يا دوب بس كده كليك بتلاقي نفسك ايه؟ بتلاقي نفسك راكب طياره، لا مفيش الكلام ده خالص. وبس وسلام.